بسم الله الرحمن الرحيم، ومكملين مع بعض حل نماذج أسئلة من التقييمات النهائية. Listen and write the missing sound. استمع واكتب الصوت المفقود. السؤال ده سؤال استماع listening، يعني لازم تسمع من المستر أو المس، تسمع الكلمة وبعد كده أنت تكمل حروفها. نبدأ نبص على أول صورة. أول صورة فيها ضباب، وضباب يعني فج. نسمع تاني فج، يبقى ناقص حرف الأو. بعد كده عندنا صورة زحليقة، نسمع slide slide، يبقى ناقص حرف الاس والال. بعد كده صورة ولد بيحفر، نسمع dig dig، يبقى ناقص حرف الاي. اخر صورة عندنا صورة اللون الاصفر، نسمع yellow yellow، يبقى ناقص حرف الواي. نمبر 2 read and match، اقرا ووصل. هنقرا الجملة ونترجمها ونوصلها على الصورة المناسبة. نمبر 1 there are 12 vans، يوجد 12 شاحنة. نبص على الصور. very good، هنوصل على صورة ال 12 شاحنة. نمبر 2 he swims in the sea، هو بيعوم في البحر. يلا ندور على الصورة نشاور عليها. very good، هنوصل على صورة الولد اللي بيعوم في البحر. نمبر 3 she is a queen، هي ملكة. طبعا الصورة واضحة لنا كلنا، هنوصل عليها، هنوصل على صورة الملكة. 3 look and scramble and write، انظر وعيد الترتيب واكتب. هنبص على كل صورة وهنتعرف على الصورة كويس، وبعد كده هنحاول نرتب الكلمة بطريقة سليمة. أول صورة عندنا صورة عشاء، وكلمة عشاء يعني دينر. نرتب DINNER. وفي الصورة التانية عندنا صورة شمس وولد حاسس بالحر الشديد، يبقى هنا الجو ايه؟ very good sunny، يعني مشمس. نرتب كلمة sunny SUNNY. وآخر صورة عندنا صورة نتيجة وكاتب فيها بالعربي يوم الاثنين. طب يعني ايه يوم الاثنين؟ very good Monday. نبدأ نكتب الكلمة MONDAY Monday. Number 4 look read and complete، انظر واقرأ وكمل. هنبدأ الأول نترجم الكلمات اللي عندنا. كلمة كايت طيارة ورق، فيج يعني تين، فايلين يعني آلة الكمان. تعال نشوف الصورة اللي موجودة في نمبر 1. الصورة اللي موجودة في نمبر 1 هي صورة آلة الكمان. نقرأ الجملة I play the، أنا بعزف على إيه؟ طبعا الإجابة سهلة، الصورة فيها آلة الكمان، يبقى محتاجين الكلمة اللي بتعبر عن آلة الكمان اللي هي كلمة violin. نكتب violin VIOLIN، وطبعا كلمة violin موجودة فوق، ممكن أكتب عليها نمبر 1. نمبر 2 وفي رقم 2 عندنا صورة طيارة ورق، وطيارة ورق يعني kite. نمبر 2 وفي رقم 2 عندنا صورة طيارة ورق. نقرأ الجملة My نقط flew away، يعني إيه اللي تخصني؟ طارت بعيد. وطبعا الصورة فيها طيارة ورق، يبقى هقول my kite. نكتب كلمة kite KITE، يبقى my kite flew away يعني طيارتي طارت بعيد. نمبر 5 read and order، اقرأ ورتب. اتفقنا ان في الجمل اللي زي كده قبل ما ابدا ارتب بترجم الكلمات اللي عندي الاول. نمبر 1 is يكون، where اين، fridge تلاجة، وذا يعني ال. where يعني اين، بعد كلمة الاستفهام بجيب فعل مساعد، يبقى where is اين تكون او اين يكون. طب نقول اين تكون ايه؟ ها very good
أين تكون التلاجة؟ يبقى where is the، كلمة the بمعنى fridge FRIDGE، وبحط الكويستشن مارك علامة الاستفهام بتاعتي. يبقى where is the fridge؟ أين التلاجة؟ نمبر 2 my يعني ملكي، is يكون، today يعني اليوم، birthday عيد ميلاد. نبدأ بكلمة today اللي تحتها خط TODAY. يبقى today النهاردة نقول ايه بقى؟ برافو is، النهاردة يكون. today is اليوم يكون. نقول ايه؟ عيد ميلادي. يبقى my صفة الملكية، birthday يبقى النهاردة عيد ميلادي. نمبر 3 vestis طبعا جمع كلمة صديري، 20 يعني رقم 20، have عندي أو لدي أو أمتلك، و I يعني أنا. نبدأ بكلمة I. نبدأ بالضمير I، يبقى I أنا. الضمير I هو الفاعل بتاعنا، عاوزين تملي بنقول بعد الفاعل عايزين فعل. الضمير I هو الفاعل بتاعنا، تملي بنقول بعد الفاعل عاوزين فعل. يبقى I ايه؟ I have أنا لدي، أنا عندي. عندي ايه؟ تمام، 20 vestis. يبقى أنا عندي 20 صديري. read and circle اقرأ واعمل دايرة. الأول هقرأ الجملة وبص على الصورة وشوف فين الكلمة المناسبة للصورة واعمل عليها سيركل دايرة. نمبر 1 I see a، أنا شايف ايه؟ swing ولا سنيل؟ أنا شايف مرجحة ولا حلزون؟ سهلة، very good، snail. يبقى I see a snail، أنا شايف حلزون. نمبر 2 I cook eggs in the، أنا بطبخ البيض في إيه؟ pan طاسة أو مقلاة، ولا man رجل؟ طبعا كلنا عارفين الإجابة I cook eggs in the pan، أنا بطبخ البيض في المقلاة أو الطاسة. نمبر 7 copy the following sentence يعني انسخ الجملة الآتية. ده بالظبط كده السؤال اللي احنا بنقول عليه سؤال الخط، يعني بتوريني قد ايه خطك صح وانت عارف كل حرف بيتكتب في انهي سطر، وبترسم الحرف بطريقة سليمة ولا لا. عشان اعمل كل ده ببص على الجملة اللي هو مديهاني، اي حرف هكتبه ببص عليه في الجملة اللي هو مديهاني وارسم زيه بالظبط، واحط الحرف في نفس المكان وفي نفس السطور. يعني مثلا عندي الضمير اي، انا الضمير اي ده كابيتال، اي حرف كابيتال بيبقى واخد الثلاث سطور، مفيش حرف كابيتال بينزل للسطر الرابع اللي تحت. نبدأ نكتب كلمة درينك، هعمل الدي الداير بين السطرين وهطلع لفوق. الار بين السطرين ما بتطلعش ولا بتنزل، الار السمول. الاي بين السطرين ولا بتطلع ولا بتنزل، بس النقطة هي اللي فوق. والان بين السطرين، والكي بيبقى طالع لفوق لكن يعني رجليه دي بين السطرين. بعد كده كلمة ملك، الام بين السطرين، الام السمول تملي بين السطرين، الاي بين السطرين والنقطة فوق، ال من الحروف اللي بتتكتب لفوق لحد السطر اللي فوق، والكي زي ما قلنا بيبقى طالع لحد فوق بس رجليه بين السطرين. بعد كده كلمة every، الاي بين السطرين، الفي السمول بين السطرين، الاي برضو بين السطرين، والار بين السطرين، لكن حرف الواي بيبقى اليو بتاعته بين السطرين لكن ديل ونازل لتحت. حرف الواي من الحروف اللي بتنزل للسطر الأخير. بعد كده عندنا كلمة داي، هعمل الداير بتاع حرف الدي واطلع لفوق، وبعد كده اعمل الاي سمول بين السطرين، والواي زي ما قلنا بعمل اليو بين السطرين لكن الديل بتاعها بيبقى نازل لتحت، وبحط الفول ستوب بتاعتي. وكده نكون خلصنا،
وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.